اسمي سيرلي سيمونيان من القامشلية، عمري 24 سنة. أنا مغنية أرمنية. اليوم الذكرى السنوية للفنانة مسكين، صار لها 31 سنة استشهدت. بصوتها الجبلي العذب. طبعا هي فنانة كردية، قدرت بصوتها توصل للشعوب ثقافتها وفنها الكردي. طبعا شكر كل فنانين اللي خلونا هلا نكون هون لحتى نفرجي ثقافتنا وفننا لكل الشعوب. طبعا تشوفوا هلا في كتير فنانات عم يحاولوا يوصلوا صوتا، واتمنى لكل حدا فنان ويحاول يوصل تراثه وفنه للعالم، اتمنى لهم كل التوفيق. طبعا بهذا اليوم نحن كنساء بشكل عام ونساء حركة هلال الزيرين نستذكر الشهيدة مسكين يلي ب 11 ايار 2024 راح نكون ذكرى سنوية ال 32 لها. طبعا روح الشهيدة مسكين لا زالت حية داخل اجسادنا، داخل اجساد جميع النساء عامة ونساء شمال شرق سوريا خاصة. طبعا رفيقة مسكين هي من اصول تركية، مثل ما نعرف انه هي في جزيره بوطان، كانت ضمن جزيره بوطان، انضمت لصفوف حركه التحرر الكردستانيه عن طريق الشهيد معصوم قرقماز. بعدها كمان انضمت لاكاديميات ضمن البقاع بلبنان، شاركت كمان بفعاليات ثقافيه باوروبا. طبعا نحن دائما بنشوف بشخص شهيدة مسكين المرأة المناضلة الحرة الثورية يلي حافظت على الفن الثوري ضمن حركة التحرر الكردستانية، حافظت على الثقافة الأصيلة للمرأة ضمن هاي الثورة. أنا دائما يعني نحن نعتبر شهيدة مسكين قدوة الفن الثوري لنا بجميع المجالات، إلى أنه هي مو بس خصصت نفسها ضمن مجال الثقافة والفن فقط، شاركت بجميع الفعاليات، كانت إيديولوجية سياسية، شاركت بجميع المجالات اللي ضمن الحياة واللي متطلبة منا لتثبت قوة المرأة وقدرة المرأة على مشاركتها بجميع المجالات وتثبت بصمتها الخاصة فيها كثقافتها كفنها اللي خاص فيها. طبعا شهيدة مسكين لها اليوم نحن نشوف روح أغانيها بوجدان وقلوب الفنانين اليوم المتواجدين بشكل خاص وبشكل عام على مستوى الدول. كمان نلاحظ البصمة المختلفة بفنها، الأغاني أو الألحان اللي خاصة كانت فيها، لاحظ أنه دائما فيها روح الثورية، روح الثورة، روح المرأة المتحررة، روح المرأة المناضلة، يعني تبعث داخل نفوس النساء المتواجدات حب النضال، حب التحرر، حب الدفاع عن ثقافتهم الأصيلة، دفاع عن جوهر المرأة الحقيقي. طبعا نحن كمان بكل سنة نستذكر شهادة الشهيدة مسكين. هالسنة كمان على هالأساس عم نحضر لبرامج إنه تكون تليق بيوم شهادة هافال مسكين على مستوى المراكز الثقافية، على مستوى حركة هلال الزيرين بشكل عام ضمن هالفعاليات هاي الفنية اللي راح تصير. مثل ما نعرف كمان إنه شهيدة مسكين درست هالأمور السياسية والإيديولوجية من نفس الناحية، حبت تأثر انه بالشعب. كيف نحن نقول دائما الفن هي وسيلة لانه توصل للشعب بشكل سلس اكثر من السياسة او الامور الثانية. فمن خلال كلماتها يلي كتبتهم، من خلال حتى الالحان لما لحنت الاغاني بطريقة سلسة وطريقة ثورية تحررية للمرأة، وصلت لأكبر قدر ممكن من النساء. لاحظوا اليوم نسائنا أنه متواجدات على المسارح من خلال الأغاني، الدبكات أو حتى أي ثقافة يظهروها أو فن المرأة. قبل ما كان فيها الأمور هاي، طبعا كان في تقلصات بدور المرأة من الناحية الثقافية ولا من الناحية الفنية، تقلصات بشكل يعني ملحوظ وكبير. بس هافال مسكين خلتنا نحن نسري على هالخط هذا بكل روح تفاؤل وروح حب، يعني روح استطلاع للحرية اللي موجودة، روح انه نحن نعرف مين نحن، المجتمع كيف فينا نوصل للمجتمع، كيف فينا نحرر النساء اللي موجودات. فعلى هالاساس هذا نحن بكل سنه نقيم هالفعاليات هاي حتى نبين للمجتمع انه نحن ارتبطنا ارتباط مباشر بروح الشهيده مسكين، انه نحن سارين كمان على خطاها. شخوا جنا آزاد، جنا شورشگر، هنرمند، ام وكين هنرمند ام حجار سر شوبا وینه کو ایرو رو در فداشنا کرد کو ایرو چاندا خوب پاریزه کفن شوپیه خوب پاریزه هر جارجی دا کو هر جارجی نیج بیر کرن یعنی هشت کو
جن ادي دبن كولتي دنمينه هشت کو چند کردان بپارزه شخوا هوان مسکن غربت هایدن هشت میراث چنده ور پیش یعنی ام ایرورو السروی میراثی وینه ام هنر خو یعنی برحت رحت ام درد کevin مثلا ام چند خو ام دهیلن جواک بو ایشایا بر حساندن شخوا شهید مسکین دناوا هنرمندین جن يعني جهكي ددلي هنرمندين جن قرت يعني او خوالين تفچاندي وكي ايرو ام حضرتي يازدي قلاني دكن وكي كانتونا جزيره شخوا كومن كوتبلي في شاهية دبن يعني وكي كانتونا حسكي ازبيجن چند کومن خسرن گشتینه یعنی بخوا کومکی یک هاتی آوا کرن و لگوری ویجی حاضر کرنا یازده گلانه تکرن